بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة وانتم تشوفوا هذا الفيديو. نرحب كامل بكم في مطبخ وتدابير صفية. اليوم البنات كما كنتوا تشوفوا في الصور جبت لكم العرايش، وصفة تقليدية يجي يذوب في الفم، تجي روعة. الحشوة تاعو ثاني تجي قمة، والكلاصاج تحفة. انا درت له لو تام تاعو، درت له تاع بيبي. وانتي التزيين زينيه كيما حبيتي، يعني راهم طرق عديدة للتزيين، المهم الصح في الذوق والكلاصاج يجي يذوب. نتمنى تعجبكم الوصفة، واذا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وما تنسوش تخلوا لي تعليق شباب محفز. ونروحوا على بركة الله نبداو الوصفة تاعنا. انا هنايا حنستعمل هاد الكيلة، وانتي الكيلة اللي تبداي بها كملي بها كامل المكونات. نحتاج هنايا 3 كيلات ممسوحين تاع الفارينة. شوفوا دوكا كيفاش نوري لكم كيفاش ممسوحين، يعني المكونات الجافة لازم نغربلوهم. راكم تشوفوا الكيلة معمرة وممسوحة. هنا بلا ما نعطي لكم خياتي الميزان، المهم الكيلة اللي تبداو بها كملوا بها. نغرب الكيلة الاولى، هذه الكيلة الثانية، وهذه الكيلة الثالثة. نحتاج قلت لكم 3 كيلات فارينة. ندير هنايا ملعقة سكر كلاص، هنايا ماشي ضرورية، تقدري تستغني عليها. وما تنسوش القرصة تاع الملح كما راكم تشوفوا، نصف ملعقة صغيرة. نخلط كامل هذه المكونات الجافة، ندير حفرة في الوسط، وندير كيلة سمن ذايب. راكم تشوفوا الكيلة معمرة، نخليه يبرد شويه، ما نديروش سخون يا البنات، على خاطرش الا درتو هكذاك سخون تتبركس لكم هذيك العجينه تاعكم. ندخل هذاك السمن كامل في الفارينه، ونطمو بالطريقه التقليديه، يعني تبداو تحكوا بين الكفوف تاع اليد بهذه الطريقه. انا هذه الطريقه اللي نخدم بها. يعني مادام مازال ما درتولو المواد السائله، ديروا فيه كيما حبيتوا، لازم تدخلوا السمن مليح في الفارينه. هنا بعد ما دخلت هذاك السمن مليح في الفارينه، هنا جبت كيلة غير ربع تاع الماء خلطته بالمزهر. الماء درتو شويه دافي، على خاطرش راكم تعرفوا بلي راه البرد هادو اليامات، والسمن دقيقه ينشف لنا. هنا نبدا نضيف في المواد السائله، وما نعجنش، نطم برك كيما راكم تلاحظوا. انا راني نزرب لكم باش ما يجينيش الفيديو طويل. هنايا لازم كي نشكل كويره لازم تكون ملساء. شوفوا البنات، هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها. نخليها ترتاح. هنا بعد ما ارتاحت لي واحد نص ساعه هكذاك، نوزن الكريات تاعي 35 غرام. نوزن كامل الكميه تاعي اللي كاين، ومن بعد نروح نحضر معكم الحشو. هنا 35 تجيكم حبه العرايش، ما كبيره بزاف ما صغيره. هنا نروحوا مع بعضنا نوجدوا الحشو. هنايا انا حندير الكاوكاو، وانتي المكسرات اللي حبيتي ديري اللوز ولا كاوكاو كيما حبيتي. درت هنايا 3 كيلات معمرين تاع الكاوكاو محمص ومرحي، يعني ما تحمصوش بزاف. انا هنايا تحمص لي شويه زياده. درت هنايا كيلة نقص شويه تاع السكر، نخلطهم هكذا مع بعضهم. ندير ملعقه صغيره تاع مبشور الليمون باش تنحي لي هذيك الريحه القاصحه تاع الكاوكاو، وملعقه يعني معمره تاع سمن. ندخلهم كامل هكذا مع بعضهم كما راكم تشوفوا، ونبدا نطم بالمزهر. ما تخلوش البنات هنا المزهر يغلبكم، على خاطرش تقدر العجينه تجيكم جاريه. راكم تشوفوا انايا كي ضفت المزهر راني نعجن هذا الخليط حتى نحس هذاك السكر ذاب في يدي، ونتحصل على عجينه تكون معسله. راكم تشوفوا يعني عجينه ما يابسه ما جاريه. هنا نوزن ثانيه الحشو، راني نديرو 15 غرام كيما راكم تلاحظوا.
هنايا نوزن كامل الكميه تاعي ونخليهم يرتاح. دائما كي ديروا العجينه ولا الحشو غطوهم بكيس بلاستيكي وخلوهم يرتاحوا واحد ساعه هكذاك ولا 2 سوايع. هنا بعد ما ارتاحت لي العجينه تاعي نبدا نشكل العرايش معاكم. شوفوا نشد الكرة تاعي هنا نجبدها بيدي ولا بالحلال كيف نجبدها على نحلها هكذا على شكل دائري. نجيب الحشو تاعي نقسمه على 2 ونديرو على شكل حرف تي كما راكم تلاحظوا، ونبدا نغلق. راكم تشوفوا يعني الصورة توضح لكم الامر. هنايا لو طول راني نغلق نخرج هذاك الهواء باش من بعد الحبة تاعي ما تتنفخش وتطرطق. راكم تشوفوا جبت الجهه الاولى مع الثانيه غلقتهم كما راكم تشوفوا الشكل، ونحاول نغلق مليح هذوك الاطراف باش ما تتحليش الحبه تاعي. نقلبها هكذا على وجهها ونبدا نوسع نجبد في هذوك الاطراف تاعي يعني حتى نتحصل على هذا الشكل المثلث كي اللي نجمت البحر. هنا لو طوني كنت نجبد يعني راني ندخل الحشوه مع العجين ونشكل بهذا الشكل. يعني كي نبدا نعوج العجينه نعوجها نفس الاتجاه، ندورها كامل نفس الاتجاه، نضغط على الوسط يعني كل ما رققتيها مليح ونتحصل على هذا الشكل تاع العرايش. يعني الشكل ما راح يبقى هكذا. نسيل وحده ثانيه ونوري لكم كيفاش درت. يعني بنفس الطريقه ندير حرف تي ونغلق ونسي نغلق نخرج هذاك الهواء اللي في الوسط كيما راكم تلاحظوا. نغلق الاطراف، نركز لكم على الاطراف غلقوهم من مليح باش ما تخرج لكمش الحشو تاعكم كيما راكم تلاحظوا. حتى نشكل هذا الشكل. هنا بعد ما كملت كامل العرايش تاعي جبت هنايا كيردون وثقبتهم كامل من الفوق باش كي يكونوا يطيبوا هذاك الهواء يخرج لي. وكي نحطهم متلاصقين مع بعضهم. ومن الاحسن كي تشكليهم تخليهم يرتاحوا واحد هكذاك 2 سوايع ولا 3 باش تطيبيهم. هاوليك الشكل اللي تحصلت عليه بعد ما طابوا لي. هنايا نحطهم على جنب ونروح نحضروا الكلاصاج مع بعض. هنايا راني نسرع لكم في الكلاصاج يعني بالتفصيل راهو في الفيديو تاع التشارك المسكر، تشارك كلاصي. هنا درت كيلا مزهر، كيلا زيت، كيلا حليب، نخلطهم هكذا شويه ونبدا نطم بسكر كلاص حتى نتحصل على عجينه تكون ثقيله بزاف كيما راكم تلاحظوا. ولازم السكر تاعنا يكون مغربل ونحينا له كامل هذوك الحبيبات. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها. هنايا انا حندير لها الملون الابيض على خاطرش اني حبتها تجي بيضه اللون تاعها مليح. ندخل هكذا بيدي، انا استعنت بيدي وانتي لا حبيتي تخدمي بكاش حاجه دبري راسك. هنا في هذه المرحله نبدا نحل الكلاصاج تاعي بعصير الليمون. عصرت هنا القارص وصفيته، طبعا لازم تصفيه، ونبدا نعجن بهذه الطريقه حتى نتحصل على طليه كي ترفديها هكذا ما تسيلش، ما تجيكش سائله تهبط وهي تتقطع كما راكم تلاحظوا. راهي تتقطع كما راكم تشوفوا. هنايا يكون الكلاصاج تاعي واجد. هنايا بديت نقلاصي معاكم يعني كل وحده كيفاش مرفت تقلاصي. انا هذه طريقتي كيفاش نقلاصي الشارك الحلوه كامل اللي نديرها بالكلاصاج. انا هذه طريقتي. نحطها هكذا فوق فرشيطه ولا هذيك اللي نحو بها تاع المقله، ونخبط حتى يهبطوا لي كامل السوائل ونحطهم في القري. نزيد نخبطها شويه باش تهبط ويجي الشكل تاعها ليس. هنا بعد ما قلاصيتهم جبت هذا الموتيف تاع البيبي، يعني هذو سبيبطات خدمتهم بلا باتاسيك بداك المول تاع السيليكون. وانتيا الشكل يعني التزيين يبقى لك ليك وتشوفي يعني لوين حديريه. انا هذا الموتيف خدمته بلا باتاسيك كما قلت لكم، ونزين به نحطها في الوسط. يعني انا ما درت لهاش تزيين يعني كومبليكي. هذا هو التزيين اللي درت يا بيبرون يا دوك سبيبطات درتهم في اللون الاصفر.
يعني جا شكلهم شباب، ونخليهم ينشفوا مليح حتى يعني انا خليتهم حتى الغدوه من داك حتى نشفوا. لازم ينشفوا لك مليح، ما تخليهم ما تبدايش ديري لهم الناكخي وهما ماشي ناشفين. هنايا البنات بعد ما نشفوا لي كما قلت لكم انا هذه طريقتي باش نتخلص من هذوك الزوائد تاع الكلاصاج. في هذاك الكغي نبدا نحكها ونحي لها كامل الزوائد كما كتشوفوا جات صافيه من تحت، وهكذا نكملهم كامل باش نبدا ندير لهم الناكخي. هنا جبت ناكخي فضي، نبدا نزينهم هكذا بالفرشاه كامل من الفوق، يعني الناكري يزيد النص العرايش تاعنا ولا التشارك ولا الحاجه المقلاصيه كامل، يعني تولي باهيه كي ديري لها الناكخي. شوفوا الحبه اللي فيها الناكخي، شوفوا الحبه اللي ما فيهاش تبقى باهته. هكذا نكمل كامل العرايش تاعي، ومن بعد نديرهم في ليكيسات ونشوفوهم مع بعضنا في صحن التقديم. هنايا البنات بعد ما كملت العرايش تاعي راكم تشوفوا جاو بزاف شابين، يعني هما جاو سامبل. التزيين كما قلت لكم يبقى لكم اختياري، انا اللي ركزت يعني على الذوق والطعم. جاو بزاف شابين وجاو بزاف يذوبوا في الفم، والكلاصاج روعه. انا هذا هو الكلاصاج المعتمد عندي، يعني انا هاد الحلويات التقليديه نحب نخلي لهم الوصفات التقليديه تاعهم. راكم تشوفوا شكلهم جا بزاف شباب. وثاني اللون تاع الكلاصاج كيما حبيتي ديري، يعني كي تكوني مازال ما بديتي ديري القارص هذاك، ديري اللون وعجنيه مليح باش يدخل كامل في الكلاصاج تاعك. دوك نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاش جات لداخل. شوفوا الكلاصاج يعني يذوب في الفم، تقسم لي بكل سهوله وماشي يابس. راكم تشوفوا الداخل كيفاش جات، ويعني طايب مليح. يعني هنايا ننصح البنات كامل ما تشعلوش الفرن تاعكم بزاف عالي باش ماشي يطيب لكم من الفوق، ومن بعد الحشو تاعكم ما يدخل لهاش طياب، ومن بعد يعني يومين 3 ايام تلقاي الحشوه تاعك الداخل بدات تزرق لك تفسد لك الحلوه تاعك. كما راكم تشوفوا شوفوا راني نضغط عليه غير هكذا بيدي بكل سهوله تقسم معايا. يعني جا روعه. ناكد لكم بلي هذه الوصفه ناجحه 100%، يعني وصفه تقليديه ومعروفه. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى تعجبكم الوصفه. اذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق شباب ومشجع، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين باذن الله. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.